السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات المحترمات والسادة المحترمين. ضيفنا طبعا غني عن التعريف، واحد من أهم المفكرين إذا صح التعبير والأعمدة الموجودة في مصر مش بقى ثورة يناير وبس ويونيو. رجل بتجتمع فيه مجموعة من المحاسن، يجمع مش حسنيين ولكن أكتر من بص يا سيدي، أكاديمي، قانوني، تولى منصب نائب رئيس الوزراء بعد رحيل الإخوان، يجمع ما بين الخبرة السياسية والخبرة العلمية، أستاذ للقانون بجامعة عين شمس. تحدث كيفما شئت حول هذا الرجل. ضفنا الرجل المحترم الدكتور حسام عيسى. ازاي الصحة يا فندم؟ اهلا بيك. كله تمام؟ اهلا يوسف. الحمد لله. الحمد لله، ولا يحمد على مكروه سواه، ونشكر الله عز وجل. طيب خليني الأول أسأل سؤال قد يبدو بسيط. هو الحكومة ليه ما بتعلنش عن تفاصيل الاتفاق بخصوص الجزيرتين وكأنه سر الأسرار أو لوح محفوظ؟ أنا بعتقد إنه لو سمحت لي، أنا مش ههرب من السؤال، هجاوب عليه، ده مهم جدا. أنا عارف. اسمح لي إن أنا أبدأ المشهد بطريقة مختلفة، المشهد زي ما أنا شفت. أرجوك. ملك السعودية جاي لمصر، تسبقه دعاية هائلة الصحف القومية وغير القومية عن حجم المساعدات القادمة إلى مصر وحجم الاستثمارات القادمة إلى مصر. الموضوع كله هو إيه؟ السعودية بتحاول إنقاذ شقيقتها المأزومة بالمساعدات. جاي تقف جنب مصر. تقف جنب مصر. بس القضية إذن قضية مساعدات. الشعب المصري في أزمة، بيتلقى هذه الأخبار طبعا كمؤمن إيمان عميق بالعروبة إلى غير إنها أشقاء بيقدموا المعاونة. لغاية كده المشهد ما فيهوش حاجة، سمعناه قبل كده كتير، بل يبدو جيد ورائع وجميل. فجأة نبص نلاقي إنه في موضوع مالوش علاقة خالص بالمساعدات خالص. موضوع كان يمكن تأجيله أو كان يمكن حسمه قبلها. مش بقول إنه زي ما بقول إن القضية قضية توقيت، لا ده كلام أهبل وقبيل، ده التوقيت بس زاد الأمر سوءا. الشعب المصري صاحب أقدم دولة في التاريخ. ما في شعب عنده عنجهية وطنية زي الشعب المصري. ليه؟ ده قبل الحضارات كلها بنت دولة، ودولة عاشت لا ينازع أحد على طول تاريخها في حدودها. يعني ما فيش كلام فيها. ده لما جت طابة كانت مصيبة. طابة إيه؟ الدولة اللي بقى لها 50 سنة دي اللي هي إسرائيل هتتكلم على حدود إيه؟ أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا مش كنتش موجودين أصلا. فبدأ الأمر والناس ما فهمتش يعني إيه ترسيم حدود. يعني بدأت الكلمة بالنسبة للناس يعني إيه ترسيم حدود؟ الناس مش فاهمة. الناس العادية يعني. جدا مش فاهمين إيه. فجأة فهموا إن القضية إنه في جزيرتين في الأراضي في الجزء البحري التابع للإقليم المصري، طول عمرهم تحت السيادة المصرية. فجأة إن الجزيرتين دول مش مصرياتي، دول في الحقيقة بتوع السعودية، وإنه إحنا بنعيد الأشياء لأهلها. على طول جه الربط بين في ضمير الشعب إنه لا، ده تنازل. أنا بقول لك مش شرط، ده مش صحيح، مش ده وجهة نظر. أنا هتكلم عن إنه تنازل عن السيادة مقابل المساعدات. شيء مقابل شيء. لا، شيء مهين جدا قوي. الشعب شعر بالمهانة. يعني يعني حتى بصرف النظر عن كوني هذا صحيحا، اللي أنا طول عمري كنت بقولها في مجلس الوزراء 20 مرة: يا جماعة، الناس لا تعيش بالحقائق، وإنما تعيش بصورة الحقائق كما تراها. وده أمر بديهي، وأنا أعرف الحقائق
ما هم مخبيين الحقائق. فاللي بيهمني كيف أراها أنا. أنت شفتها كده، فبدأت بشيء من الإحساس بالمهانة. تعال نشوف المشهد الثاني. جلالة الملك رايح البرلمان. البرلمان ده السلطة التشريعية الموازية للسلطة القضائية العظيمة بتاعتنا وللسلطة التنفيذية اللي بيرأسها واحد في عرف المصريين بطل وطني كبير، لأنه بطل 30 يونيو. ذهب الملك هناك، فلقينا إيه؟ لقينا شايلة الأعلام السعودية وبتقول شعر وبتهتف. أنا نفسي أسأل الرئيس السيسي لما بيروح برلمانات العالم يلقي كلمة، بيطلعوا له البرلمانيين شايلين الأعلام المصرية ويقولوا له اليابان ومصر حتة واحدة؟ ولا في جلال للسلطة التشريعية، احترام ضيف على قدر كبير من الأهمية يقتضي أن تتعامل بقدر من الإيه؟ الديجنتي، في عزة، في كرامة، العزة والكرامة، مش تقف ترقص. ففي فرق بين لازغلي وبين شارع محمد علي. دي السلطة التشريعية. انت تتخيل قضاء مصر رايح يزورهم جلالة الملك هيقفوا يقولوا له مصر والسعودية حتة واحدة؟ قضاء مصر هيعمل دي؟ طب ما هو ده مقابل، ما هو ده سلطة. قضاءنا العظيم يستحيل طبعا، مستحيل، يستحيل طبعا. وبعدين يقولوا لنا بعد كده ان السلطة دي اللي وقفوا يرقصوا هم اللي يجوا يصدقوا على الاتفاقية. ما في واحد منهم قاعد مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول له ما تقلقش البرلمان هيوافق. انت عارف القاضي لما يبدي رأيه في القضية ولو بشكل عابر بيردوه، يقول لك أبدى رأيه في القضية قبل أن يستمع إلى الدفاع. طب دول أبدوا رأيهم، أبدوا رأيهم بطريقة شكلت أنا ليه أنا بقى كانت أكبر إحساس بالمهانة هذا المشهد. وبعدين لما يتقال له حامي الحمى، حامي الحمى بتاعي أنا هو جيش مصر العظيم، جيش محمد علي، جيش عرابي، ده كلام الدكتور جيش جمال عبد الناصر، وجيش أكتوبر. دول حامي حمانا، دول واللي بيموتوا لغاية النهاردة كل يوم ضد المجرمين بتوع الإخوان. دول حماة الوطن مش حد تاني، دول حماة الحمى بتوعنا مش حد تاني. لا يليق في جلال حتى إن عشان تحترم ضيفك اللي جاي يديك المساعدات ده لازم تعامله باحترام، تخلي الموقف كله موقف فيه في ديجنتي متبادلة، في كرامة، عزة وكرامة. إنها مفيش حاجة اسمها حامي الحمى. أنا حامي حماية هو هذا الجيش المصري العظيم اللي كل يوم بيموت. وأنا فاكر لما كانوا، وأنت تشهد على هذا، لما كانوا بيقولوا يسقط حكم العسكر أيام الثورة، وأنا كنت ابن الثورة اللي قلت هذا هتاف لا أقبله، أما العسكر هو الجيش المصري. صحيح. وأول واحد قال التعبير إن المجلس العسكري يلبس يعني اسمه إيه، طاقيتين، طاقية الجيش ودي فوق دماغنا، وطاقية إنه رئيس جمهورية نتعامل معه كرأي رئيس جمهورية ننتقده إلى أكبر حد ممكن. إنما المجلس العسكري مش هو العسكر، العسكر عند الجبرتي هو الجيش بجنوده وضباطه، ودول فوق كل حاجة. وكنت أقول إن الجيش المصري في قلب الوطنية المصرية طول عمره، ما هوش جيش بتوع أمريكا اللاتينية عمره. دول حماة الأمة يعني ما فيهاش هزار. فإذا شعور آخر بالمهانة، مش حاجة اسمها حماة الوطن، ملك مش هو حمينا، كل الاحترام له، راجل جاي. اسمع بقى بقول لك، السعودية جاية عاوزة تصبح قوة إقليمية على حسابي؟ لا أحسن، مش دي المهم. عندها هذا الطموح في بسبب ضعف مصر وتراجعها. السعودية تملك المال، طموح مشروع من جدا لأي دولة ولأي شعب طبعا، مشروع جدا، ولازم حتى ان احنا نتعامل معه بأعلى قدر من الاحترام. أي دولة عندها طموح لازم يبقى لها رجالتها في كل مكان، عندها طموح إقليمي، ده بديهي. السعودية طول عمرها عندها رجل في بيروت، وبتلعب دور في سوريا، وبتلعب دور في اليمن، بديهي. أنا اكتشفت فجأة أنها فعلا بتلعب في مصر دور مهم جدا. إزاي؟ اكتشفت
ان كل الكلام اللي انا وانت وغيرنا كنا بنقعد نقوله ان الاحزاب في مصر ضعيفه كذب. احنا عندنا حزب في غايه القوه في مصر، ولا وفد ولا حب مصر. حزب السعودي في مصر، حزب في حب السعوديه، هو ده اللي رأس. ده كلام مؤلم. هو ده اكبر حزب في مصر. انت شفت المنظر في ال3 ايام اللي فاتوا دول، اللي طالع من اليمين والشمال لسه ما قراش وثيقه، مش قراش كتاب تاريخ. جريده امريكيه طلعت تقول لم نرى في التاريخ كله شعب ينتفض ليثبت ان الارض بتاعته مش ملكه، دي بتاعت حد تاني، وهو اللي يقدم الاثباتات. اعلام كان عندنا قليل من الايه؟ من الاحترام لشعب مصر. ما تزودوش المهانه مهانه. في شعب في الدنيا ينتفض عشان يقول الارض مش بتاعتي، حتى لو مش بتاعته يا اخي سيب التانيين يقدموا. بس هل الشعب انتفض كده فعلا لا ولا انه اعلام بينتفض؟ انا بتكلم على المجموعه اللي انتفض. حزب السعودي اللي جاي منين؟ من عمرو حمزاوي اللي اسمه ايه ده هوت لنائب البرلمان عبد الرحيم علي قال لهم البرلمان هيوافق. لا ولي رجال اعلام. يا سيدي الاهرام عامل صفحه امبارح ولا اول يوم الجمعه، استاذ محمد عبد الهادي عامل صفحه على القضيه. ما فيش واحد من اللي هو كاتبه راي واحد من الاراء اللي بيقولوا ان الارض مصريه. الاهرام صحيفه الدوله المصريه، الاهرام بتاعت حسنين هيكل. ما فيش راي واحد، في غير راي واحد. طيب هستأذن اروح لفاصل، وعايز ارجع بعد هذا الفاصل نشوف حالة غضب شعبية شديدة تم ترجمتها في مشهد جمعة الأرض امبارح في منطقة وسط البلد بوسط القاهرة، ما بين شارع عبد الخالق ثروت وشارع طلعت حرب وشارع شامبليون وبعض تظاهرات أخرى أيضا عن جمعة الأرض في بعض من المحافظات والمدن. عاوزين نشوف ده بيساوي إيه؟ هل تقرأه السلطة أو يقرأه الرئيس بأي شكل؟ خطورة عدم قراءة ده بعمق كافي ايه؟ نروح للفاصل ونكمل الكلام مع دكتور حسعيسة. ضروري تتابعونا. اتفضل امضي انك استلمت وخلصنا. يا نهار اسود، كنغورين يا استاذ. اوبا، ده كنغورين وغزاله. غزاله على يعني ده خروف؟ امال يعني هيكون ايه؟ كنغور. حبنا بيجري في دمنا. انت ليه حلوه لدرجه الوحاشه كده؟ زي ما الكنغورين مهمين بالنسبه لي، انت كمان مهم قوي. اصل احنا كمدلكين لازم نعرف الاول نستكشف نوع البشره لحد اما نعرف هنمعجن المرمى دي ازاي. هو قال لكم ان اسمه الامير؟ ايوه، ده كتكوت الامير. انت متاكد الكنغر كشري؟ بعد عنك، قالب ريحه العربيه. عسل زبيب. سلام عليك يا بركات على هالمساج الحلو يا اخي. خبره سموك، خبره. انت ايه مضروب مخرط ملوخيه؟ وريني كده. ايه ده؟ ايه لسه بتنزل؟ انت المفروض تكون بتصفي من الصبح، الله يحرقك. طب عليا النعمه اعمل لك وجبه 4 قطع ببطاطسها. ايه يا وصل التيك اواي. هو الباشا معاك؟ معاك. استلم يا باشا، اتربى في عزك. خد هنا كنغر ابو كيس ده. يعني المسرح هيبقى بتاعي ملكي؟ انا هحوله كله كده لمالها ليلى. قررت اخد مسرح ونويت اعمل مسرح بيكم. بكام الورد ده يا شاطره؟ شاطره؟ ايه كنت بليده ولا ايه؟ احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده. ده شيكولاته. المسرح ده هيعرف يحمي نفسه كويس قوي. هنعدي الاندهاش ونوصل للانبهار. انا فجأة ابقى في مفاجأة واتفاجئ بمفاجأة فجأة. انت عليك عفريت، ساعه تروح وساعه تيجي. طب انصرف يا بيكو.
هو ممكن التوك توك ده يوصلنا الساحل الشمالي؟ أو ده يودينا الساحل الشمالي وساحل العاج ونخسر 2-0 ونرجع بالكاس. قولي لي بقى، هو الفيس بتاعك بوك؟ ايه؟ الواتس بتاعي اب. يا امير افتح الباب يا امير. مش هفتح.